اي يمكن ما شفناهوش لسه ببدلته من الكوميك، لكن بتشوفه حاطط اللوجو بتاعه على الجوانتي وعلى سلاحه. واحلى حاجه هنا لما ضرب الدبانه بدبوس ورق عشان يورينا مدى دقته في النشان، وبعدها شفناه بيقتل في مفاجاه كبيره فوجي، ووراه بيقتل اتنين من الناس حوالين كارين. ولو مستغرب هو ليه قتل فوجي في الاساس، هقول لك هو قتله غلاسه مش اكتر. هو مش جاي له ولا عايزه مخصوص، هو كان عايز يقتل كارين بس حب يقتل صديق ليها قبل ما يخلص عليها كنوع من الخوف النفسي ليها. حتى لما قتل فوجي قتل اتنين كمان حواليها، وده قبل ما يدخل عليها ويقول لها ازيك يا كارين. بس حظها الحلو ديرديفل يلحق يتدخل وينقذها ويدخل في فايت كلاسيكي معاه. ولو لاحظت طوال الفايت كان ديرديفل مركز انه يسمع صوت ضربات قلب فوجي، ودي كانت حاجه بتشتته والسبب في انه ياخد ضربات بالسكين كتير في الفايت. وبولزاي كطبيعته ما كانش راحم حد كعادته، اللي يقابله في سكته بيحدفه بسكينه، وغالبيه اللي قتلهم هنا من الشرطه على شويه مدنيين. والفايت بيستمر لحد رجوعهم للسطح، وبنشوف ديرديفل قدر يهزمه، بس لما سمع ان ضربات قلب فوجي وقفت فقد السيطره على نفسه ورمى بولزاي من على السطح، وبعدها رمى القناع بتاعه. لو لاحظت هنا فالقناع ناقص واحد من القرون بتاعته، وده زي اشاره ان مات خسر جزء